مشكلتنا دايما بنستنى العمر يفوت عشان نكتشف إننا كنا المفروض نتغير، مع إن الدنيا كل شوية بتدينا فرص في شكل مناسبة أو حدث عشان تكون بداية جديدة لينا. أول 10 أيام من شهر ذي الحجة، وده شهر من الشهور الهجرية. الأيام دي ربنا مميزها جدا، وأي عبادة فيها أجرها كبير قوي. يعني لو صليتي، صمتي، ذكرتي ربنا، اتصدقتي، أو حتى اشتغلتي أو دعيتي، الأجر بيكون أعظم من أيام عادية كتير. أنا وإنتي وكلنا هنستغل ال10 أيام دول عشان نقرب من ربنا ونطور من نفسنا من خلال نصايح لو طبقناها يوميا هتساعدنا نكون أفضل بكتير. النية بدون قرار هي مجرد أمنية. عشان كده قبل ما ندخل الأيام دي ونقول هنعمل إيه، لازم نقعد مع نفسنا قعدة صدق وناخد قرار إن إحنا هنستغل الأيام دي أحسن استغلال للتغيير للأفضل. القرار هنا مش لحظات تحفيزية بتخلص مع أول يوم، ولا بوست بنكتبه على السوشيال ميديا. القرار الحقيقي هو التزام يومي بروتين وأفعال نعملها كل يوم فيها صدق ونية كبيرة. نية كبيرة إن إحنا هنركن على جنب أي أعذار وتسويف وهنبدأ بجد. انتي عايزة ايه من ال10 أيام دول؟ ببساطة السؤال ده هو اللي هيوجه مجهودك عشان ما يحصل لكيش تشتت في ال10 أيام دول. زي انك تبني عادة دينية جديدة، زي المواظبة على الأذكار أو الصلاة في موعدها، أو انك تقللي السوشيال ميديا وتنظمي وقتك أكتر، أو زي التدبر في القرآن يوميا مش مجرد قراءة، أو إنك تبطلي عادات سيئة بتعمليها، أو إنك تبدأي تخرجي من حياتك أي حد بيتعبك نفسيا. مفيش حد هيجي بالنيابة عنك ويقولك إيه هي نيتك، فأنتي لازم تحدديها مع نفسك منعا للتشتت. صيام الفضول. مشاكل العالم مش بتخلص، ولا في يوم بيعدي على السوشيال ميديا إلا لما بيكون في قضية مثيرة للجدل أو خناقات. السوشيال ميديا بتخلي عقلك يستقبل 100 فكرة وصدمة وخناقة في دقيقة واحدة، وده بيخليكي متوترة ومشتتة. وهدفنا الأيام دي إن إحنا نركز على الروحانية، والروحانية والعبادة محتاجة هدوء وتصفية ذهن. فأرجوكي لازم تقللي وقتك على السوشيال ميديا. صيام نقد الآخرين. لو شفتي حد بيعمل حاجة غلط أو ترند مش عاجبك أو تصرف ضايقك، امنعي عقلك من إصدار حكم. ده من أرقى وأعلى درجات العبادة والروحانية. مشكلتنا كمسلمين إن إحنا مفكرين نفسنا المتحدثين الرسميين باسم الصح والغلط والحكم على الناس. تلاقي الواحد مننا سايب عيوبه ومشاكله ومقصر في حق نفسه ومتفرغ تماما يقيم ده صلاته ناقصة، دي لبسها مش مظبوط، ده أسلوبه مستفز. الفكرة هنا إيه؟ إن التركيز مع الناس والتدخل في نياتهم وتدينهم بيعمل حالة من الإيجو أو الغرور الخفي، بيحسس الشخص إنه أفضل من غيره، وده بيبعدك تماما عن جوهر الروحانية. ركزي في ورقتك، في عيوبك اللي عايزة تتصلح، في شخصيتك، وسيبي الخلق للخالق. من ساعة ما طبقت النقطة دي في حياتي وأنا بقيت شخصية تانية تماما. أسماء الله الحسنى. مشكلتنا إننا أوقات بنتعامل مع أسماء الله الحسنى كأنها مجرد قائمة أسماء بنحفظها أو بنرددها ورا بعض بسرعة عشان ناخد ثواب، من غير ما ندرك إن كل اسم فيهم هو رسالة شخصية في يومنا. لما بتفهمي أسماء ربنا، نظرتك للحياة والمواقف اللي بتمر بيكي بتتغير تماما، وبتكتشفي إن ربنا بيكلمك وبيرد عليكي طول الوقت. لما تلاقي الأبواب اتقفلت فجأة وتلاقي نفسك زعلانة إن فرصة ضاعت، هنا ربنا بيكلمك باسمه اللطيف والحكيم. بيبعد عنك حاجة انتي شايفاها خير بس هي في علمها الغيب شر ليكي، وبيحميكي من غير ما تحسي. لما تقعي في نفس الغلط تاني وتتضايقي من نفسك وتقولي أنا خلاص مش نافعة، أنا إنسانة وحشة، هنا ربنا بيكلمك باسمه الغفور الودود. بيقولك إنه بيحب العبد اللي بيحاول ويرجع، فبلاش تقسي على نفسك. لما تحسي بالوحدة وإن مفيش حد فاهمك وسط ضغوط الشغل، الدراسة، والبيت، ربنا بيكلمك باسمه السميع البصير. يعني هو سامع الحوار اللي داير جوه عقلك وشايف التعب اللي محدش من البشر حاسس بيه. فهم الأسماء دي بيخليكي تقرأي الأحداث اللي بتحصل في يومك بشكل مختلف. مفيش حاجة بتحصل صدفة، كل موقف هو رسالة من ربنا بيفكرك فيها باسم من أسمائه عشان يقربك منه. الكتابة
الروحانية. ده كشكول هتكتبي هتشخبطي فيه براحتك باللغة اللي بتحبيها. أي فكرة مضايقاكي، قلق من بكرة، مشاكل مادية، ضغط أو ظلم من أهلك، إنك مش لاقية شغل، إن في حد ظلمك، هاتي الكشكول ده وفرغي فيه كل الشحنة السلبية دي. بعدها قولي يا رب أنا فضيت كل اللي في دماغي على الورق وسايبالك تدبير كل المشاكل دي، وأنا قايمة دلوقتي أصلي وأدعي عشان أرتاح وأركز في دعائي. بس أوقات لما بنيجي ندعي بتحسي إن في زي تشتت، مش عارفة تجمعي الكلام أو حتى مش قادرة تركزي انتي عايزة تطلبي ايه بالظبط من كتر الزحمة والمشاكل والهم اللي جوه دماغك. لما بتكتبي همومك الأول وتفوضي أمرها لربنا انتي بتمنعي حالك من التشتت، فبتدخلي في الدعاء وانتي كلامك مرتب وعقلك صافي، بدل ما تبقي واقفة بتدعي ودماغك لسه بتلف في المشاكل والهموم. حتى وانتي بتكلمي ربنا عن المشاكل دي انتي أخدتي نية التسليم إن ربنا هيحلها، فهتحسي بالخشوع. وده هيودينا لنقطة كشكول الدعاء، منعا للتشتت وإن إحنا بنكون مش عارفين ندعي ربنا نقول إيه. انتي هتجمعي كل الدعوات اللي نفسك فيها وتدعيها. بس هنا في سؤال، هل في حاجز في اللغة بيننا وبين ربنا؟ أنا قبل كده كنت بخاف أتكلم مع ربنا عشان مش شاطرة في اللغة العربية. ادعي باللغة اللي بتريحك، باللغة العامية، بطريقتك البسيطة، حتى لو كلامك مش مرتب أو طالع متلخبط أو بعفوية. الكلمات الموزونة أو اللغة العربية مش مطلوبة منك خالص وانت بتتكلمي مع ربنا. براحتك خالص وتكلمي بطبيعتك من غير أي خوف أو حواجز. أوقات الهدوء، وقت الفجر لازم تتعلمي تقولي لأ. لأ لأي حد عايز يضيع وقتي أو موبايل أو ترندات أو حد من أهلك عاوزك في أشياء غير ضرورية. معلش الوقت ده لازم تفهمي اللي في البيت إنك غير متاحة ومشغولة، لأنك محتاجة إنك تصلي وتدعي وتقرأي قرآن وانتي ضامنة إن مفيش حد هيقطعك ولا هيبوظ عليك اللحظة. الوقت ده علميا بيكون أحسن وقت لفصل الدماغ، بيكون فيه هدوء عالي جدا وتقدري كمان تتأملي في الجو والسماء، وده بيساعد عقلك إنه يهدى ويفصل. وقت قبل المغرب، الوقت ده عمليا بيكون الجسم والعقل خلاص جابوا آخرهم من زحمة اليوم، الطلبات، الضغط، فبتبقي محتاجة تفصلي. لو انتي هتصومي أو حتى مش هتصومي حاولي تقعدي قبل المغرب بعيدا عن كل حاجة وتركزي على الدعاء والكلام مع ربنا وبس. الوقت ده مهم جدا عشان تشحني فيه طاقتك بعيدا عن البشر والمشاكل، وكمان هو من أفضل الأوقات للتأمل في الطبيعة. وده هياخدنا لنقطة التأمل. أنا عارفة إن معظمنا عايش في بيئة سامة، يعني مفيش طبيعة ولا حدائق مجانية ولا زهور أو أشجار عشان نتأمل في طبيعة ربنا. بس في قاعدة طبقيها، وهي اللي بيدور على الجمال بيلاقيه. يعني أنا عايشة في بيئة مفيش فيها أي مظاهر طبيعية، بس لما ركزت في حاجات بسيطة خالص، لما بقعد في الشباك وأتأمل لقيت إن جمال ربنا موجود في كل حتة. موجود في جمال الطيور وهي بتسعى على رزقها، أو في شكل السحاب والسماء، أو الحيوانات زي القطط أو الكلاب. الفكرة إن البيئة اللي حوالينا لو زحمة أو مضغوطة فإحنا مش بإيدينا نغير الشارع، بس بإيدينا نتحكم في إحنا بنبص على إيه. ذكر ربنا وأذكار الصباح والمساء. الذكر هو العبادة الوحيدة اللي مش محتاجة طقوس معقدة ولا مكان معين ولا تفرغ كامل. تقدري تعمليها وانتي بتطبخي وانتي في المواصلات وانتي بتشتغلي وانتي بتتمشي. هي العبادة اللي بتخلي الروحانية مكملة معاكي وسط تفاصيل حياتك اليومية العادية.